بتبدأ قصتنا مع ظهور الشرير اللي هو كينول أو نول، واللي هو بيكون إله الفوضى، وده تم خيانته وحبسه من قبل أولاده الفضائيين اللي هم فينوم وإخواته. وبيقول إنه أخيرا تم إنشاء كودكس، ودي معناها مخطوطة، ودي هي مفتاح حريته، وبيأمر أتباعه بالبحث في الكون لحد ما يجدوا مفتاح حريته اللي هي المخطوطة. وكمان بيقول لهم إنه لما أهرب من سجني هدمر كل الكواكب وكمان أولادي اللي هم فينوم وإخواته. وبيبدأ أتباعه يدخلوا بوابات عشان يبدأ بحثهم عن المخطوطة. وأثناء ما إله الفوضى بيبحث عن المخطوطة بيظهر إيدي في المكسيك وهو بيشرب في حانة، وبيقول للساقي: أنت تعرف إن الفضائيين مش بيحبوا الحجارة، دول بيحبوا الأدمغة. وبسبب إنهم شربوا كتير حتى فينوم سكر، وبدأ الاتنين يعملوا مشروب. وأثناء عمل المشروب بيجدوا في التلفزيون إن إيدي أصبح مجرم مطلوب دوليا، وخطر في دماغه إنه يهدد قاضي عشان يمحي جرايمه، وبدأ يتحرك عشان يروح للقاضي. وفينوم كمان متحمس جدا عشان هيشوف سيدة الحرية. وأثناء خروجه من الحانة كاميرات المراقبة بتصوره، وهو ماشي في المكسيك بيسمع صوت كلاب، ولكن صوت حزين، فالصوت بيخليه يتحرك في الشوارع لحد ما بيوصل لمكان الكلاب. فباقي الكلاب كتيرة محبوسة، والكلاب دي بتستخدم في القتالات ضد بعضها. وفجأة بيدخل 4 رجال أشرار مسلحين، والأشرار دول بيقولوا له: مش هنسمح ليك بالمغادرة. فبيقول لهم: أنا جوايا وحش. فبيردوا عليه ويقولوا له: إحنا كلنا جوانا وحوش. فبيرجع يقول لهم: افتكروا قلت لكم بلاش. بعدها بيبدأ القتال بأنهم بيرفعوا أسلحتهم على فينوم، وعينك ما تشوف إلا النور. أطلق عليهم الكلاب وجلدهم جلد، وفي الآخر اتعشى بيهم بأنه أكل دماغ ال4 عشان يشبع. ولما بيخلص بيلاقي في كلب قطع له الكروكس، ففينوم بيقول له: الجزمتين دول مقاسك. فبيلبس الجزمتين وبيمشي من مكان مع الكلاب. وأثناء ما هو في الشارع بيظهر الوحش التابع لإله الفوضى، ولكن مش بيشوف فينوم لأنه في هيئة البشر. وبعدها الجيش بيتعرف عليه من كاميرات المراقبة، وبيرسل له جنرال في الجيش اسمه ستريكلاند، وبيروح الحانة وبياخد العملة اللي سابها فينوم اللي فيها جزء منه، وياخد كمان الساقي معاه عشان يكمل الاستجواب بعدين. بعدها بننتقل لصحراء نيفادا اللي بتظهر فيها الدكتورة بين، وبيوصل لها رسالة من ستريكلاند انهم وجدوا باتريك اللي هو فيه طفيلي فضائي زي فينوم كده. فبتتحرك وتروح المنطقة 51 اللي هيتم تدميرها، لأنه موقع مثير للشك على أساس إنه بيتم عمل فيه تجارب على الفضائيين. لكن في نفس المنطقة خلف الشلال وأسفل المنطقة 51 تم عمل المنطقة 55، وهي برضه بيتم عمل فيها تجارب على الفضائيين. والدكتورة بين هي المسؤولة عن دراستهم، والجنرال ستريكلاند مسؤول عن احتوائهم. وهما الاتنين بيقابلوا باتريك اللي هو جواه الفضائي، وبيحذرهم من ان الظلام بيقترب ويقصد اله الفوضى. بعدها بيظهر فينوم وايدي وهما متشعبطين على طيارة، وايدي بيقول لفينوم: هو ازاي توم كروز بيعمل كده؟ فينوم بيقول له: هو مش بيصيح زي البنات الصغيرة زيك. واول ما بيتحول لشكل فينوم الكامل، الفضاء التابع لإله الفوضى بيحدد مكانه وبيروح له على الطيارة، وبيبدأ القتال. وأثناء القتال الفضاء الشرير بيسقط في مروحة الطيارة وبيسقط الاثنين، فبيتحول فينوم لمظلة. وأثناء السقوط بتظهر عائلة في عربية رايحين للمنطقة 51 عشان يشوفوا الفضائيين قبل ما يتم تدمير المنطقة بالكامل. وهم بيتكلموا بيسقط جسم الفضاء الشرير عليهم، ولكن مش بيلاحظوا وبيكملوا طريقهم. وأخيرا إيدي وفينوم بيوصلوا للأرض بالسلام، وفينوم بيبدأ يشرح لإيدي مين اللي هجم عليه وليه هجم. بيقول له إن ده اسمه زينوفاج، مش عارف ده تحسه اسم علاج، بس ما علينا. المهم ده صياد تكافلي بيدور على المخطوطة عشان ينقذ إله الفوضى كينول، وإحنا المخطوطة. والمخطوطة دي بتتكون لما أنت تموت وأنا أعيد إحيائك، فإحنا الاتنين مع بعض نبقى المخطوطة. لو حد فينا إحنا الاتنين مات بتختفي المخطوطة، والصياد ما يعرفش يشوفها غير في تحول الكامل، إنما لو في وضعنا العادي أو تحول جزئي مش بيقدر يشوفنا. وهم ماشيين في الصحراء بيجدوا حصان، ففينوم بيركب الحصان وايدي بيركب فينوم، واتمنى ان احنا نصفي النية. واثناء ما ايدي في الصحراء بتوصل اخبار للعقيد ستريكلاند عن مكان فينوم، وبيبدأ التحرك وبيهجموا عليهم وهم بيشربوا مياه. فبيسقط ايدي وفينوم للمياه وبيبدأ القتال، وبينتج عن القتال ان ايدي قتل جندية. وفي النهاية بيتحول فينوم للتحول الكامل. واثناء ما فينوم بيتعذب من الجنود بيجد الصياد اللي هو زينوفاج، وبيبدأ الجنود يضربوا عليه نار، ولكن بياكل منهم 3. فالجنرال ستريكلاند بيكلم الدكتورة وبيقول لها ان في وحش اكل 3 من جنودي، فبتقول له: تقدر تجيب لي عينة؟ فبيشتمها وبيقفل السكة. فبتروح الدكتورة والجنرال لباتريك اللي عندهم في المنطقة 55 عشان يسألوه،
فبيتحول امامهم التحول الكامل، وبيقول لهم القصة كلها بتاعت اله الفوضى والزينوفاج، وانهم بيدوروا عن الاسود اللي هو داخل ايدي، والاتنين مع بعض فينوم، وانه لازم ما توقعش المخطوطة في ايد الصيادين والا هتحصل نهاية العالم، وانهم طول ما ايدي والاسود احياء يبقى المخطوطة موجودة، ولو حد مات من الاتنين المخطوطة هتختفي. فالجنرال بيقول لو حد منهم مات يبقى المخطوطة هتموت. فبتتكلم الدكتورة وبتقول العلم لازم يكون فيه تضحية. فبيرد الجنرال انت دورك انتهى هنا، يلا على المطبخ. وبعد ما فينوم هرب منهم بيجد العائلة اللي كانوا رايحين للمنطقة 51 عشان يشوفوا الفضائيين، وبيقعد معاهم. والبنت بتقول لباباها ايدي مسافر شبه المسافرين القتلة المتسلسلين. المهم بتبدأ الرحلة في العربية مع الكثير من الأغاني، وفي الآخر بيوصلوا لفيجاس. فالراجل بيقدم لإيدي صندل، ففينوم بيقول له ارميه ده أسوأ من الكروكس. وبعدها بيبدأ يتمشى في المدينة وبيقول إننا محتاجين لبس، وما اعتقدش إن ال$20 اللي معانا هيعملوا حاجة. ففينوم بيقترح عليه يدخل نادي القمار، ولكن أثناء محاولة الدخول بيمنعوا الأمن بسبب ملابسه. فبيلاحظ شخص بيعمل حمام وراهم، فبيروح يضربه وياخد لبسه، وبيتغير جدا وبيكون شيك جدا، ويرجع بعدها ويدخل للنادي بدون أي مشاكل، ويبدأ اللعب وبيخسر فلوسه كلها. ولكن أثناء ما بيضرب الماكينة بيجد سيدة يعرفها، فبيروح ليها وبيرحبوا ببعض خالص، وخصوصا ان فينوم كمان بيحبها، وبيطلعوا مع بعض الغرفة. ولكن في هذا الأثناء بيكون تم إخبار الجنرال ستريكلاند بمكان فينوم، لأنه أول ما وصل المدينة الكاميرات لاحظته، وبيعرف إنه موجود في لاس فيجاس في فندق باريس. فبيبدأ التحرك، ولكن أثناء التحرك بيكون موجود فينوم بيرقص وهو في شكله الكامل. بالتالي الصياد بيعرف مكانه وبيهجم عليه، ولكن أول ما بيهجم بيرجع فينوم لوضعه البشري، فالصياد مش بيعرف يشوفه أو يشوف المخطوطة، فبيغادر بسرعة. وأول ما بيغادر بيتدخل رجال الجيش وبيقبضوا على إيدي فينوم. وأخيرا بتوصل العائلة المنطقة 51 وبيدخلوا من تحت السلك للمنطقة، وكمان بيطلعوا البرج المراقبة. وأثناء ما هم فوق البرج إيدي بيكون محبوس تحت الأرض في المنطقة 55، وبيقابل في الزنزانة اللي جنبه باتريك، واللي بيقول له لازم نحمي المخطوطة من الأيدي المظلمة، وبيقول له في جيش من إخواتنا موجودين هنا، لأن في كل الحالات الصيادين وإله الفوضى عايزين يقتلوا فينوم وإخواته. وأثناء الكلام بتدخل الدكتورة بين والمساعدة بتاعتها وبيتكلموا مع إيدي، وبيدخل كمان الجنرال وبيقول لها المخطوطة هتكون موجودة فقط إذا كان الاثنين أحياء. بيخرج إيدي من الزنزانة وبيقول له أنت قتلت أحد جنودي وحان وقت رد الجميل، وبيضربه بالنار. وفجأة بتتحول المساعدة لفينوم وبيخرج منها وبيرجع لجسم إيدي، وفينوم بيقول لهم خطأ كبير هتندموا عليه. أول ما بيتحول فينوم لشكله الكامل الصياد بيجده وبيهجم عليهم تحت الأرض، وبيبدأ الجنود يضربوا عليه نار. وأثناء القتال بيخرج باتريك من الزنزانة وبيهجم على الصياد، بيقول له يا فينوم اهرب. وفينوم بيقول للدكتورة المساعدة حرروا اخواتي عشان يساعدونا. وبيجري فينوم وبيرجع لشكله البشري عشان الصياد يتوقف عن رؤيته، وبيتم تحرير اخواته. وبيبدأ كل شخص منهم يدخل في جسم بشري أمامه. أول واحد بيدخل ينقذ حارس الأمن جيم وبيتحول لفضائي، والتاني سيدة بتتحول أيضا ويبدأ القتال. وبعدها بيتحول اتنين وبيتحدوا لشخص واحد وبيطلقوا زي الجذور تحت الأرض بتقيد حركة الصياد. وأخيرا بتتحول المساعدة كمان لتحول جامد جدا، وبتقول للدكتورة وإيدي اخرجوا المخطوطة من هنا، وبتطلع سيوف من جسمها وبتهجم على الصياد. وبيبدأ إيدي يهرب من المكان وبيقول لاخواته اخرجوني من هنا، فكلهم بيدخلوا في جسم فينوم وبيخبطوا في الحيطة. واثناء ما هم بيخرجوا بتظهر العائلة فوق البرج بتقول شكل ما فيش فضائيين، وهوب بيطلع كل الفضائيين من الجبل امامه، فبتنصدم العائلة. واثناء الصدمة بيكون لسه الصياد محبوس في الاسفل مع اخو فينوم اللي عنده جذور، والدكتورة كمان موجودة. فبتاخذ اخر عينة من اخواته وبتجري بره المختبر، وبينجح الصياد اللي هرب للاعلى. وبيبدأ القتال بين الصياد واخوات فينوم. وفي بداية القتال الصياد بيبلع اخو فينوم الناري، وبيبدأ الاب فوق البرج يشتم ويقول يا ابن التيت. وفينوم بيقول لإيدي لازم نهرب بالمخطوطة. واثناء الهروب العائلة فوق البرج بيندهوا على إيدي، فبيطلع إيدي اعلى البرج معاهم وبيقول لهم ما ينفعش تكون هنا يا مارتن. فبيقول له قوة الظلام يا ريول. فبيقول له ليه هنموت كلنا. واثناء ما بيكلمهم فوق الجنرال تحت بيشغل دماغه، ويا ريته بشغل دماغه. بيمسك البازوكا وبيضرب صاروخ على اخو فينوم، وبعد ما بيضرب الصاروخ بيخبط الصياد في عربية، فالعربية دي بتخبط البرج فبتتسبب في سقوطه. واثناء السقوط بيتم انقاذ العائلة بواسطة فينوم واخواته. وبعدها بيتحرك ستريكلاند ناحية اخو فينوم اللي ضربه بالبازوكا. فالمساعدة بتقول له
هو بيحاول يحميك، مش احنا الاشرار. وهو فاكر نفسه دمر الصياد، بيرجع مرة أخرى الصياد فبيقول له أنت أكيد بتهزر. فبتخبطه الدكتورة وبتقول للعائلة وإيدي يركبوا العربية. وأثناء ما بيركبوا الصياد بيطلع صوت قوي جدا بيأثر على فينوم وأخته، وبيسأل إيدي هو إيه الصوت ده؟ فبيقول له ده بيتكلم المنزل، يعني إخواته. فبتبدأ تتفتح البوابات وبيبدأ يدخل الكثير من الصيادين المنطقة 55، وبيبدأ القتال مرة أخرى. وأثناء القتال بتقع المساعدة في خطر، ففينوم بيقول لإيدي هي انقذتنا. فبيفكر إيدي في حل، وهو إنه ياخذ الموتوسيكل عشان يعطي العائلة وكمان المساعدة فرصة للهرب. وبتنجح الخطة، وبيبدأ الصيادين يتحركوا ورا فينوم، وبيبدأ إنقاذ العائلة، وبيحصل قتالات أثناء هروب فينوم منهم. وأيضا بيتم إطلاق النار من الطائرة على 2 صيادين فوق متفجرات فبينفجروا، ولكن بيطلع الصياد حي فبيتسبب في سقوط الطائرة. فبيتدخل الجنرال ولكن بيتصاب إصابة كبيرة. ففينوم بيقول للمساعدة شفرات الطيارة، فبيجري فينوم على الموتوسيكل وبياخد 2 شفرة بيقطع بيهم دماغ الصياد. وبتدخل المساعدة وبتنقذ الجنرال والجندي الآخر. وبعدها إيدي هو بيتحرك بالموتوسيكل بيمسكوا الصياد، ولكن مارتن بينقذه بالبازوكا. واثناء ما المساعده جنب الدكتوره والجنرال بتلمح صياد فبتحاول تهجم عليه، ولكن بيعمل عليها هجوم صوتي بيفرقها عن الطفيلي فبياكل الطفيلي. فبترجع تجري ناحيه الدكتوره والجنرال، وبيجري ايدي وفينوم عشان يستخبوا في الطياره لان ايدي اتصاب في جنبه. ففينوم بيقول له مش هنقدر نقاوم كتير، انا هضحي بنفسي. بيطلع ايدي من الطياره وهو رافع ايده كانه مستسلم، وبيبدا فينوم يمتص الصيادين وبيحاول يوصل لسائل التحليل القاتل اللي هو بيتسبب في فناء أي مواد. وبيطلب مساعدة الجنرال في تشغيل الآلة. قبل ما يبدأ السائل في النزول بيرمي إيدي بعيد وبيقول له أنا عمري ما هنساك، وبيقول له ما تنسانيش أنت كمان يا إيدي. ويبدأ الجنرال في تشغيل الآلة وبينزل السائل، وبيعاني فينوم مع الفضائيين من السائل. وبتبدأ الدكتورة المساعدة في الهرب، وفينوم بيضع باب على إيدي عشان يحميه. وعشان فينوم يسرع العملية بيدمر السهري، وكمان بيساعد الجنرال بانه فجر قنبله. فبيحصل انفجار كبير، ولكن المساعده بتكون في خطر، وعشان الدكتوره تساعدها بتحرر اخر اخ الفينوم او اخت، انا معرفش هم ايه بالظبط، وبتنقذ المساعده. واثناء الانفجار بيعاني اله الفوضى لان المخطوطه تم تدميرها. بعدها بترجع الدكتوره لشكلها البشري، وبتكتشف ان ايدها ما فيهاش مشاكل لان ايدها كانت مشلوله بسبب صاعقه برق ضربتها زمان هي واخوها، وبسببها اخوها مات. بعدها بيظهر ايدي في المستشفى وجنبه رتبة كبيرة في الجيش، وبيقول له ان تم محو كل جرايمك، ولكن لو فكرت تحكي عن اللي حصل هتروح ورا الشمس. وبعدها ايدي بيبدأ يشوف ذكرياته مع فينوم والايام الحلوة اللي عاشها معاه. وبعدها بيروح يشوف تمثال الحرية لان فينوم كان نفسه يشوفه. وبيخلص الفيلم، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، وهنتظر رايكم في التعليقات. اشوفكم في الفيديو القادم. سلام.